نجلاء، عندما تعرفتي على زوجك وقررت الارتباط بزوجك، كنت على علم انه رجل متزوج من زوجة اولى او ما كنت عارفة؟ انت عارف ان معظم الرجاله بتكذب يعني، فاكيد ما كنتش عارفه. فاجئني بعد الجواز باسبوع. اف ما خبرك شيء ابدا؟ ما كنت لا قعدنا فتره طويله مرتبطين وخطوبه وبتاع وتجهيز وحاجات. بس شو هالخطوبة اذا بالخطوبة ما عرفتي انه متزوج؟ هو قعد يعمل افلام وحاجات وبتاعات ويجيني من هنا وقلت له تعالى في ايه؟ ايه؟ ها؟ فقال لي انا متجوز ومش قادره اقول لك ده من قبل علشان ما تسيبينيش. بعد اسبوع من الزواج بقول لها انا متزوج زواج اول. انا يمكن قلت ماشي عديها عشان انا فعلا حبيته. لما قال لك هيدا الخبر انه هو متزوج من زواج، عنده زواج اول، ما انتفضتي؟ ما قلتي انه انا اليوم اذا حياتي الزوجيه بدات على كذب، بدات بكذب، ممكن تكفي كلها كذب؟ قلت الكلام ما انتفضتي؟ قلت الكلام لكن... ده. قلت له اذا احنا بدانا كده وكدبت عليا، المفروض ان اثق فيك بعد كده ازاي؟ وبعدين انت ما اديتنيش حريه الاختيار. عيط لي قال لي ما تسيبنيش. فانا قلت له تسيبني يومين افكر اشوف الحكايه والعيشه هتبقى ازاي. قال لي زي ما انت هتبقي عايزه العيشه هتتم. بس انتم ما كنتوا متفقين عن العيشه قبل الزواج؟ يعني انت وياه ما اتفقتوا وين بدك تسكني، كيف بدك تعيشي انت وياه قبل الزواج؟ هقول لك، اصل احنا سافرنا يعني قبل الجواز سافرنا، فكان المفروض في خلال السفر ده الشقه هتتجهز. مين يجهز الشقه؟ هو اللي هيجهز كل حاجه. مش انت؟ خالص، هو جاب لي كل اللي انا عايزاه وزياده شويتين ثلاثه. فقلت له خلاص اوكي بشروط. قال لي انت 3 ايام وهي 3 ايام. قلت له نو نيفر، اسفه جدا. يعني ايه؟ قال لي ما هو في. قلت له اليوم الاخير ده يروح فين؟ قال لي ما هو ده فري بقى، اجازه يعني. قلت له بتاعي، ما هو انت كده كده هتفسحني في اليوم ده. فبقى مبدئيا لحد دلوقتي انا ليا 4 ايام وهي 3. دخلت بحساباتك بعلاقتك انت وياه زوجته الاولى، او لا كان هدفك بس هو بغض النظر عن زوجته الاولى؟ لا، هو انا دخلت من البدايه بصراحه عايزه اعلمها يعني ايه تفرط في جوزها، واذا انت فرطتي فيه انا مش هفرط فيه حتى ليكي. يعني طبيعي ان انا اوري له ان انا الافضل. بشو عوضتي له انت؟ هو شو كان فائده عن الزوجه الاولى لاقيه عندك انت نجلاء؟ لا كتير، يعني في ثقافه، في تعليم، في ترتيب في البيت بشكل معين. هي ست طيبه على فكره وغلبانه. الرجل يبحث عن الترتيب او يبحث عن العلاقه؟ الراجل اللي بيتجوز 3 و4، اذا هو للدرجه الاولى العامل يعني اهم حاجه عنده هي العلاقه ما بينه وبين الست، مش مهم بقيه الحاجات. انا هنا دي مش عندي اساس، انا الحاجات اللي حوالين العلاقه هي الاهم. يعني ترتيبي، معاملتي معاه، اكلي، البرفانات، الشياكه في المعامله، الدلع. هي ما بتفهمش ده، هي حرام غلبانه ما عندهاش ده. فمش معقول انا هاجي وما بينلوش ان في فرق فظيع بيني وبينها. انت دخلتي على اساس بدك تفرجي الفرق لزوجك وتكسبيه لميلتك. هي كيف استقبلتك؟ هي راحت فقعه بالصوت ولما عليه الحاجات وخدت بعضها وراحت عند بيت اهلها. مفيش 4 5 ايام، اسبوع، جت ورضيت بالامر الواقع. كيف علاقتكم اليوم انت والزوجه الاولى نجلاء؟ هايله، يعني هايله فظيعه، مش عايزه اقول لك. لكن يعني؟ انا العيشه عندي طبيعيه جدا، يعني انا ساكنه فوق وهي تحت. ايه؟ فانا بتعامل بقى شغاله ممكن تنظف الشقه، لا امسحي السلم. فانا اروح جايبه ميه بزياده بحيث يغرق الشقه تحت لان مفيش عتب على الباب، فانتقم، عارف انت. بس ما بعملش ده الا في اليوم اللي هو هيبيت فيه تحت. بس انه عم تنتقم من شو؟ صورتي لي اياها امراه غلبانه. لا، امراه ثانيه واحده، هي ضرتي. إيه؟ مش اختي، مش شقتي. ما ينفعش يبقى جاي من تحت مبسوط. انا ست يعني غصب عني، انا ده جوزي. لما بكون عند الزوجه الاولى ايه؟ هو انا بعمل شويه حاجات بحيث ابقى عارفه ان تحت في مشاكل. اذا في مشاكل انا بفتح الكاسيت واقضيها رقص والدنيا لطيفه. يعني الدنيا بتبقى حلوه جدا. ساعات بجيب المعجه وادق في اوضه النوم. هيدا عم تستفزيها او عم بتغاري منها؟ لا بستفزها طبعا، ما بغيرش منها. هي مش هينفع تبقى في نفس المستوى. صعب. في فرق ثقافه، في فرق معامله. انا دخلت خلاص وعرفت ان في ضره، فانا مش هينفع اروح اقعد معاها. لا يا حبيبتي تعالي ما اقول لك انت مقصره في كذا وكذا عشان تعدل. لا. ولو بكره قال لك في زوجه ثالثه وفي ضره؟ لا، ده انا هنفخ امه. مفيش مشاكل.